السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة على النبي كده رجعنا لكم تاني. طبعا أنا كنت نزلت فيديو إنساني إن في طفل متغيب من أبو زعبل اسمه أحمد محمد الشامي، ونزلت فيديو يعني إن الواحد مصطحبه من قلب السايبر اللي هو قدام جامع الحمامصة، وخد الطفل ومشي. وطبعا عرفتكم ان هم اهله عملوا محضر، فاحنا بنشكر من المنبر الاعلامي دوا طبعا رئيس مباحث الخنكة ورئيس الفرع الجنائي، طبعا على اساس قاموا بمجهودات جبارة وجابوا الطفل من اليوب، واللهم صل على حضرة النبي، ورجعوا الطفل، والف الف مليون مبروك لاهله عشان الطفل رجع. تابعونا. طبعا الضابط اللي هو رجعه احمد بيك عبد الجليل، ده رئيس مباحث الخنكة، ورئيس الفرع الجنائي يعني اللي هو محيي بيك ابو اليزيد، هم السبب ان هم يعني كثفوا حملات امنيه في القليوبيه وعاثروا على المذكور في اليوب. واحنا بنشكرهم من المنبر الاعلامي بتاعنا ان طبعا ردوا الطفل سالم غانم الى اهله، والف الف مليون مبروك لرجوعه. وطبعا ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه والتفاعل معاه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.